السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا النهارده في دبي، وناس كتير سألتني ايمن منين نجيب قطع غيار من دبي، ومنين نجيب ادوات صيانة الموبايل من دبي. دبي هي تاني اكبر سوق لقطع غيار الموبايل والادوات بعد الصين. انا النهارده في منطقة ديرة، تحديدا في سوق بيسموه سوق نايف، وده مكان بيتجمع فيه كل تجار قطع الغيار والادوات والموبايلات الجديدة والمستعملة. فانت لو لسه جاي على دبي بس قول للتاكسي انا عايز اروح منطقة ديرة مقابل فندق حياة ريجنسي عند بيتزا هات. هتلاقي 4 أو 5 شوارع موازيين بعض، هم كلهم قطع الغيار والادوات والموبايلات الجديده والبطاريات والاكسسوري وكل حاجه تخص الموبايل. ده اكبر سوق للموبايل وقطع غياره في دبي. انا النهارده في شركه بريدكو. شركه بريدكو انا بتعامل معاها من فتره طويله. هم عندهم تشكيل كبير جدا من التولز وقطع الغيار، الشاشات، البطاريات، الكفرات، الهاوسنجات، بوكسات السوفت وير، المكن بتاع تجديد الباغات، المكن بتاع البولشنج بتاع التليفونات، يعني الشاشه بتاعه التليفون بتاعك مثلا لو اتخربشت. دايما انا شاشتي بتتخربش بسبب ان انا بحط التليفون في الشنطه مع المفاتيح، فالمفاتيح بتخربش الشاشه. دي المكنه اللي انا كنت بحكي لكم عليها بتاعه البولشنج من شركه ريفوكس. جواها كده سفنجه كبيره وبيتحط عليها حاجه زي ماده كده علشان المكنه دي بتشيل اول قشره من على الشاشات علشان تشيل الخرابيش. هي مش بتشيل الخرابيش بالكامل عشان اكون صريح معاكم، يعني انا شفت لها اكتر من فيديو. هي بتنعم اول طبقه، فالخرابيش يعني على حسب عمق بقى الخربوش السكراتش، فلو هو من الدرجه الاولى يعني حاجه خفيفه كده هتشيل كل الخرابيش اللي هي الخفيفه. اما لو كان الخربوش ده يعني غارز في الازاز جامد فهي طبعا مش هتقدر تشيله. هي ممكن هتنعم شويه وهتقلله شويه، مش هيبقى ظاهر زي الاول، لكن مش هتشيله بالكامل طبعا. ده حاجه يعني حفرت في الازاز. تعالوا بقى نبتدي في المحل من هنا ونشوف ايه. انا طبعا خليتهم يعني استنينا لحد اخر وقت وقلت لهم اقفلوا المحل علشان المحل زحمه جدا. هنا دي ادوات الباغات والشاشات والكلام ده، وهنا الميكروسكوبات. هم على فكره شغالين في كل البراندات، يعني ميجينج، 2WL، سانشاين، ريلايف، كل البراندات موجوده. بعد كده هنا في قسم السبير بارتس، الشاشات، البطاريات، الاي سيهات. دي هنا الاي سيهات اهي. وبعد كده هنا التولز، الشابلونات، الكاويات، وهنا مبرمجات، بري هيتر، كل حاجه موجوده هنا. يعني انا اخر مره ما كانش فيه التشكيل الكبير ده، لكن لما جيت المره دي لقيتهم وسعوا المحل واهتموا ان هم يجيبوا كل حاجه. مفكات، المبخره، الشابلونات دي حلوه جدا. الاتنين دول شابلونات معالج حلوين جدا. كاميرات مايكروسكوب 4K. السوبر كام اللي احنا مش لاقيينها في مصر هي والشورت كام. يعني انا دايما بحب السوبر كام اكتر، بس الشورت كام يعني حاجه ارخص وهي مش وحشه، لكن السوبر كام احلى. وادوات التبنيط، وحتى في كاميرا حراريه جديده اهي، انا مش عارف دي نوعها ايه، ما شفتهاش قبل كده. ودي هنا مبرمجات وشابلونات، يعني كل حاجه تخص محل موبايل. لو انت بتبتدي محل موبايل او عايز تستورد ادوات صيانه موبايل، كل حاجه موجوده هنا. هنا بقى الفتحات، الجفتات، فلكس، قصدير سايل، الصمغ، الحاجات بتاعت الشاشات. وهنا ده قسم البوكسات، وعندهم كل البوكسات والمبرمجات اللي ممكن اي فني سوفت وير او هارد وير يحلم بيها. من ساعه لما دخلت وانا نفسي اعرف الصندوق ده فيه ايه. الحمد لله سالتهم وقالوا لي ان دي المكنه اللي هي بتعمل الفلاتات، اللي بتلزق الفلاتات في الشاشة. يعني لو حد الشاشة بتاعته مقطوعة، دي المكنة اللي بتصلح الفلاتات، بس هي للأسف مقفولة علشان هيشحنوها لحد. عندهم واحد من أكبر مراكز الصيانة في الإمارات، شغالين صيانة في كل حاجة في الجهاز، سوفت وير، هارد وير، تغيير باغات، تغيير الشاسيه، تغيير هاوسنج، تغيير بطارية، كل حاجة ما شاء الله. عندهم عدد كبير جدا من الفنيين شغال معاهم جوه، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. اول مره اشوف العدد ده من العمال، يعني كله يعمل في صمت. لسه حالا دلوقتي عارف ان هما بيصلحوا كمان ماك بوك، وبيصلحوا الايربودز، وبيصلحوا ساعات ابل، بيغيروا الازاز بتاعها لو مكسور، وبيصلحوها لو فيها اي مشكله، بطاريه عايز تتغير، اي حاجه. يعني ما شاء الله الله اكبر.
سيرفيس سنتر متكامل. Mr. Nuruddin, I want to ask you one question. Many people watching us now from different countries, not living in the UAE. Of course. If I want to buy like some IC or some LCDs or tools, do I have to come to Dubai or you can ship me those tools? We can ship you. Like if I make an order for 1,000 dirhams, you will ship it to me? Yeah, sure. هم عندهم ميزة ان هم يقدروا يشحنوا لك اي حاجة انت عايزها ان شاء الله حتى ب1000 درهم لاي مكان انت عايزه. يعني كل اللي بيشوفنا دلوقتي من اي بلد يقدر يتواصل معاهم، وانا طبعا هسيب لكم ارقامهم وطرق التواصل معاهم تحت الفيديو. تقدروا تتواصلوا معاهم وتطلبوا الحاجة اللي انتوا عايزينها وهم هيشحنوها لكم مع فيديكس او ارمكس او DHL او مع شركات شحن تانية هم بيتعاملوا معاهم. وكل ما كبر حجم الحاجة كل ما الشحن بتاعها قل. يعني الحاجات اللي هي الصغيرة بيكون شحنها أغلى في الكيلو. كل ما كبرت الحاجة كل ما التكلفة بتاعت شحن الكيلو بتاعها قل. أحب أشكر مستر نور الدين ومستر سهيل على استضافتي النهاردة. شركة بريدكو يا جماعة من الناس اللي أنا برشحها فعلا وبتعامل معاهم بقالي فترة كبيرة، وناس يعني ثقة بصراحة. ولما دايما بيحصل معايا اي مشكله بقدر ان انا ارجع لهم وبيحلوها لي بدون اي تردد، وما قابلتش معاهم في مشكله واحده في خلال السنين اللي فاتت. ولو انت هتتعامل معاهم حتى وانت في بلدك وهتحول لهم فلوس وهتطلب منهم بضاعه اونلاين، يعني ما تخافش، الناس دي ثقه جدا جدا. الشركه ليها فرعين، فرع في دبي وفرع في الهند، وبقى لهم اكتر من يعني انا بس بتعامل معاهم بقالي اكتر من 10 سنين، ويعني الصراحه ما فيش مره زعلوني. بشكركم جدا، مع السلامه.